قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد. أيها الأحبة في الله، هذا هو درسنا الثالث في الكلام على شرح الأحاديث القدسية، وكان معنا بفضل الله تبارك وتعالى الحديث القدسي الذي يتكلم عن فضل الفاتحة، وأن الله تبارك وتعالى سماها صلاة. فهذه السورة التي عرفنا منزلتها وفضلها وبعض أسمائها ما زلنا في الكلام عنها، وكان الكلام في الأسبوع الماضي إلى قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. ففي قوله اهدنا هذه الهداية عرفنا أن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية عامة وهداية خاصة، أو هداية توفيق وسداد، وهذه لا يملكها إلا رب العباد تبارك وتعالى. فهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى من يهدي الله فهو المهتدئ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أي إذا هدى الله عز وجل عبدا هذا هو الهادي، لأن الله عز وجل هو الذي هداه، والضال لن يهتدي إذ لم يهده الله تبارك وتعالى. والهداية الأخرى وهي هداية التوفيق، هداية البيان والإرشاد، هي مهمة رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم. ومن أجل هذا أو لأجل الاستمرار على الهداية وتستمر هداية الله تبارك وتعالى لنا، لابد وأن نطلب هذه الهداية من الله تبارك وتعالى. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا يحفرون الخندق كانوا يرتجزون ويقولون في رجزهم في هذا البيت، يقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ينسبون الفضل في الهداية إلى الله عز وجل، لأن الهادي وهو الله سبحانه وتعالى. فيقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ثم يسألون الثبات عند اللقاء فيقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. فهذه الهداية ينسبونها إلى الله، ثم يطلبون العون والمدد من الله تبارك وتعالى. طيب، انظر إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وأهل الإيمان يدعون الله عز وجل ويقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الهداية من الله. كيف يستمر العبد على هذه الهداية ويستقيم عليها؟ بطلب العون من الله تبارك وتعالى. لو أن واحدا منا أراد أن يهدي عاصم من العصاة يستطيع؟ سمعنا قبل ذلك أن الله عز وجل نفى هداية السداد، التوفيق والسداد، عن الرسل فضلا عمن دونهم. فالنبي كان يريد أن يهدي
عمه: يا عم كلها كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة واحدة، إلى أن مات على الشرك. فأنزل الله عز وجل قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى إذ هدانا ينبغي علينا بل يجب علينا أن نطلب من الله أن يثبتنا على هذه الهداية حتى نستمر على هداية الله تبارك وتعالى وتوفيقه سبحانه وتعالى. ولذلك أهل الجنة يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لو لم يهدنا الله عز وجل ويوفقنا الله تبارك وتعالى ما اهتدينا لعمل صالح ولا لطريق الجنة أصلا. ولذلك أحبتي في الله ينبغي علينا أن نطلب هذه الهداية. فأرشدنا الله عز وجل بقوله في سورة الفاتحة أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا هداية، ثم مع هذه الهداية اهدنا إلى هذا الطريق المستقيم. هذا الطريق المستقيم الذي يتضمن استقامة العبد على دين الله تبارك وتعالى. وهذه الاستقامة التي نطلبها من الله عز وجل ليل نهار حببها الله عز وجل إلى أهل الإيمان. هو الذي حبب هذه الخصال الإيمانية إلى أهل الإيمان، وزين هذا الإيمان لأهله في القلوب وثبته في القلوب. فربنا سبحانه وتعالى مننه على العباد لا تحصى، إذ أرشدنا الله عز وجل إلى ما يسعدنا في الدارين في الأولى والآخرة. اطلبوا مني الهداية، هداية الطريق، أن تصلوا إلى الطريق المستقيم ليس المعوج. لماذا؟ لأنه سيأتي معنا أن أناسا سلكوا طريقا غير الطريق المستقيم، ووصفهم الله عز وجل بوصفين استحق هؤلاء أن يوصفوا بهذه الأوصاف. فمنهم من وصفهم بالغضب عليهم، ومنهم من وصفهم بالضالين عن هذا الطريق المستقيم. لكن هذا الطريق المستقيم وهذه الهداية اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط المستقيم كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وللطريق المستقيم يتضمن 5 أمور. هذه الأمور 5 سعة هذا الطريق لكل المارين فيه، واستقامته، والإيصال للمقصود والقرب، وتعيينه طريقا للمقصود. ثم يقول: ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور 5. أول شيء وصفه بالاستقامة، فيقول: لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين، وكلما تعوج طال وبعد. واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود. هذا طريق واحد معبد مدلل مستقيم ليس فيه اعوجاج. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في غير آية وصف هذا الصراط ونسبه إلى نفسه سبحانه وتعالى بالاستقامة، فقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما. نسبة تشريف إلى الله تبارك وتعالى كناقة الله. فكل ما أضيف إلى الله عز وجل إضافة تشريف. سبحان الذي أسرى بعبده، وكل الخلق عبيد الله تبارك وتعالى مؤمنهم وعاصيهم، إلا أن في التخصيص والنسبة إليه شرف ورفعة. ناقة الله، بيت الله،
عبد الله، كل هذا إضافة تشريف. فربنا سبحانه وتعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فوصف الصراط المستقيم بأنه مستقيم وليس فيه اعوجاج. ثم الطرق الأخرى التي ليست على الاستقامة وليست هي طريق معبد ومؤدي إلى مراد الله تبارك وتعالى وصفها بالسبل والاعوجاج، فقال جل وعلا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن جعل الصراط المستقيم واحد وشرفه ونسبه إليه سبحانه وتعالى، ثم بين أن هناك سبل وطرق مخالفة لهذا الصراط إياك أن تسير فيها. لماذا؟ لأنها ليست مؤدية إلى مراد الله وطاعة الله عز وجل. فقال جل وعلا في الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه الآية دلت على أن صراط الله عز وجل مستقيم، وكما قال ابن القيم هذا الطريق المعبد وهذا الصراط المستقيم لابد وأن يسع كل المارين عليه، وأن يكون قريب، ومع قربه موصل إلى المقصود، ومع أنه موصل إلى المقصود هذا هو الطريق الذي أمرت به أيها العبد أن تسلكه. أمرت أن تسلك هذا الطريق لا طرق أخرى. فقال هذا واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود، ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته، وإضافته إلى المنعم عليهم ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال يستلزم تعيينه طريق. هذا الطريق شرع الله لك أن تسلكه. فنحن نقول اهدنا الصراط المستقيم. الإجابة تكون إيه من الله تبارك وتعالى؟ هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. طب هذا الطريق المستقيم الذي نطلبه من الله عز وجل، طيب أين القلب عند قراءتنا لهذه الآية؟ اهدنا الصراط المستقيم. يقولها وهو مشغول بالدنيا، يقولها وهو مشغول بسيارته في الخارج، يقولها وهو ينتظر متى يفرغ الإمام ويسلم حتى يسرع خارج المسجد. إنما يقولها باستحضار قلب، فهو يخاطب ربه ومولاه سبحانه جل في علاه. اهدنا الصراط المستقيم. فربنا تبارك وتعالى يجيب السائل ويقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ويقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. انظر إلى هذا الطريق المستقيم. هذا الطريق المستقيم طريق من؟ طريق الذين أنعم الله عز وجل عليهم. فالذين أنعم الله عز وجل عليهم هم الصديقين، هم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فأنت تطلب طريقا سلكه النبيون والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون. أنا وأنتم نطلب هذا الطريق من الله تبارك وتعالى أن نكون مستقيمين على هذا الطريق. ولما قلنا مستقيمين؟ لأننا نطلب الاستقامة. ولذلك هناك تنبيه. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، يقول انتشر بين الناس أن يقولوا فلان ملتزم وفلانة ملتزمة، وهذا قول خطأ. لماذا خطأه الشيخ؟
قال لأن الله عز وجل يقول اهدنا الصراط المستقيم، ويقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، سيروا في هذا الصراط واسلكوا هذا الصراط وكونوا على الاستقامة وعلى الجادة. أما أن نكون ملتزمين بشرع الله فهذا لم يفعله إلا الأنبياء والمرسلون، هم الذين التزموا بدين الله تبارك وتعالى. أما نحن فلم نلتزم بشرع الله كله، إنما نحن على طريق الاستقامة، فتقول فلان مستقيم، لا تقول فلان ملتزم، لأنه ما التزم شرع الله كله، إنما هو على طريق الاستقامة. طيب هذه الاستقامة نسأل الله عز وجل إياها، فهذه الاستقامة التي نسأل الله عز وجل إياها لما قرأ النبي هذه الآية كما في حديث ابن مسعود في الصحيح وغيره، صحيح البخاري وغيره، قال قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال خط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خط النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ في الأرض خطا، ثم قال هذا صراط الله، بعد أن قرأ الآية هذا صراط الله، وهذه وجعل خطوطا بالعرض على جنبتي الصراط، طريق مستقيم ثم خطوط من على اليمين وخطوط على اليسار، وقال هذه السبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. يبقى إذن إذ لم نسر على هذا الطريق المستقيم سلكنا هذه السبل، وعلى رأس هذه السبل أئمة ضلالة وهي الشياطين. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في الصراط الذي في الآخرة، لأن هناك صراط في الدنيا تستقيم عليه وهناك صراط في الآخرة، بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مضروب على متن جهنم. هذا الصراط الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم هو أدق من الشعر وأحد من السيف، ويوضع على متن جهنم فوق جهنم، ويمر الناس على هذا الصراط كل بحسب عمله. فقال العلماء انظر إلى سيرك على الطريق المستقيم في الدنيا تعرف سيرك على الطريق المستقيم في الآخرة. نحن الآن نجتهد في العبادة وفي الصوم وفي الصلاة، ونبتعد عن محارم الله تبارك وتعالى، فبقدر فعلنا للطاعات وبعدنا عن الحرمات وعن معاصي الله تبارك وتعالى بقدر قوة سيرنا على هذا الصراط الذي على متن جهنم. فيصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الصراط الذي على متن جهنم بأنه أحد من السيف وأدق من الشعر، ويقول أيضا وله سوران، وعلى هذه الأسوار ستور أو أبواب عليها ستور مرخاة مقفولة، وفي آخر الصراط داع يدعو يا عبد الله لا تفتح هذه السطور فإنك إن تفتحه تلجه،
وعلى رأس الصراط داع. فكل هذه أوصاف لهذا الصراط الذي على متن جهنم، يسير الناس عليه كأجاويد الخيل، ومنهم قبلهم كالريح وكأجاويد الخيل، ومنهم من يمر عليه مسرعا، ومنهم من يمر عليه ماشيا، ومنهم من يمر وهو يحبو، ومنهم مكردس، ومنهم الذي تخدشه الكلاليب. فكل يسير على هذا الصراط في الآخرة كما قال جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. واختلف أهل العلم في الورود، هو المرور فقط على الصراط أم هو الدخول في النار ثم الخروج منها؟ على قولين لأهل العلم. فتكون للمؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم بردا وسلاما، وتكون للكفار والعصاة كما شاء الله عز وجل أن تكون، ثم وننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا يمكثوا فيها. فهنا نطلب هذا الصراط من الله ليل نهار: اهدنا الصراط المستقيم، ليس فيه اعوجاج. ثم نشترط مع هذا الصراط أن يكون صراط أناس عبدوا الله ورضي منهم أعمالهم ورضي عنهم وأنعم عليهم سبحانه وتعالى. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم، مين بقى اللي أنعم الله عز وجل عليهم؟ النبيين على رأس هؤلاء، والصديقين والشهداء والصالحين. فهؤلاء نطلب من الله عز وجل أن يجعلنا مثلهم أو معهم على هذا الطريق، مثلهم أو معهم على هذا الطريق. ثم نستثني في طلبنا الهداية، ونستثني بعد الهداية طلب، ثم نطلب من الله الهداية والاستقامة على الطريق الذي يريده الله عز وجل وشرعه. نستثني طريقا آخر، طريق الضالين والمغضوب عليهم. لماذا وصفوا بهذا الوصف؟ ثم لما ذكر الله أن لهم صراط، انظر وتأمل الآية الأولى: اهدنا الصراط، ألف ولام، معرف، صراط معهود معلوم سلكه الناس، وهو طريق شرعه الله عز وجل. وهذا كمثل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. معناه لا تخشوا الصيام فإنه فرض على من كان قبلكم، وصام من كان قبلكم فلم يضروا أو لم يموتوا أو لم يصبهم أذى. فأنت إذا عرفت أن هذا الطريق يمر فيه الناس مشيت فيه، وإذا عرفت أن هذا الطريق مهجور خفت أن تمر فيه من الهوام وقطاع الطرق، أو استوحشت أن تسير فيه. فنحن عند طلبنا نطلب من الله صراطا عرفه الله عز وجل لأهل الإيمان: صراط الذين أنعمت عليهم، فهو صراط مستقيم. أنعمت على من سبقنا بالإيمان، أنعمت عليهم به فسلكوه فرضيت عنهم، فارضى عنا كما رضيت عنهم، واجعلنا من السالكين لهذا الطريق كما سلكوه وأنعمت عليهم به. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المغضوب عليهم هم اليهود، والضالين هم النصارى.
طب لماذا غضب الله عز وجل على اليهود ولماذا ضل النصارى؟ ثم تأمل لما شرع الله لنا أن نطلب صراط الله المستقيم والمنعم عليهم، ثم أرشدنا أن نطلب أيضا منه سبحانه وتعالى وحده هو أن يبعدنا عن طريق الضالين والمغضوب عليهم. إذا تأملت تجد أن الله يرشدنا إلى خير الأمور وإلى أفضلها، ويريد إعلاءنا، لأننا اختار الله عز وجل لنا خير الكتب وأنزله على خير الرسل ليبلغ خير أمة أخرجت للناس. فأمة الخيرية إياكم أن تشابهوا هؤلاء المغضوب عليهم، وإياكم أن تحيدوا فتكونوا مثل هؤلاء الضالين. فالمغضوب عليهم وهم اليهود لأنهم عندهم علم وردوه وجحدوه. فانظر إلى هؤلاء النصارى وهم يردون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مواقف كثيرة يردون بها على النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنهم ردوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء وأسلم حبر من أحبار اليهود وهو عبد الله بن سلام. فلما أسلم عبد الله بن سلام قال: يا رسول الله، إن يهود قوم بهت. انظر إلى عالمهم، والقاعدة التي تقول أو القول التي تقول: والفضل ما شهدت به الأعداء. تخيل فور إسلامه على الفور قال: إن يهود قوم بهت فأرسل إليهم، بعت لهم، ثم سألهم من أنا. فأرسل النبي إلى نفر منهم قال: من فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وابن سيدنا وكبيرنا، وجعلوا يمجدونه. فقال النبي: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: شرنا وابن شرنا. في حاجة اتغيرت في الموقف؟ خرج عبد الله بن سلام وشافوه. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ايه أرأيتم؟ طب ايه رأيكم لو أسلم؟ ده لسه ما خرجش، ما قال لهمش أنا بقيت مسلم، ده مختفي خلف ستار. أرأيتم إن أسلم؟ أسلم؟ قالوا: شرنا وابن شرنا في الحال. ولما جاءوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء ومسائل في الدين قال: ينفعكم؟ قالوا: نرى يعني نشوف، بعد ما تخلص كده نفاضل يعني نسمع كلامك نؤمن بيك أو لا نؤمن بيك، الأمر سهل. أيضا في حديث عبد الله بن سلام وفي حديث معاذ وفي أحاديث كثيرة جدا كانت تأتي اليهود فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجحدون وينكرون. بل إن الله تبارك وتعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنك يا محمد إذا غيرت القبلة سيتهمك اليهود بما عندهم من علم بأنك ضللت وأنك غيرت وحدت عن الحق. لماذا؟ فوصف الله عز وجل هؤلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في القبلة، وكان النبي يصلي تجاه بيت المقدس، وهذه القبلة هي قبلة اليهود، وقبلة إبراهيم عليه السلام هي بيت الله الحرام مكة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن تحول القبلة إلى قبلة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. فلما أنزل الله عز وجل وأمر على نبيه أن يحول إلى بيت الله الحرام وإلى مكة،
أخبره قبل أن يتكلموا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. رد عليهم يا محمد قل لله المشرق والمغرب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وصف اليهود وكانوا يستفتحون على الناس فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كفروا ايه به؟ ليه؟ لأن يهود كانت ترجو وتتمنى أن يكون النبي الذي سيبعث في آخر الزمان منهم، فلما خرج من العرب أضمروا له الحقد والكراهية له ولبعثته. ومع ذلك وصف الله عز وجل النبي والرسول في التوراة، ووصف الله النبي والرسول في الإنجيل، ومع ذلك أنكروا. ومع آخر رسول من رسل بني إسرائيل عيسى عليه السلام يخبر الله عز وجل قومه فيقول جل وعلا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، الذي يقول عيسى عليه السلام لقومه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما بعث الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به. ليه؟ قالوا هذا سحر مبين. خلاص فردوا. إذن اليهود عندهم علم، فلما ردوا بعثة النبي وما ردوا دين النبي وما بعثه به الله تبارك وتعالى غضب الله عليهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما غضب على اليهود وجعل منهم القردة والخنازير بغضبه عليهم سبحانه وتعالى كانوا يحتلون. حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت. عملوا ايه؟ راحوا جايين رموا الشبك يوم الجمعة، وبعدين يطلعوا الشبك يوم الحد. فربنا سبحانه وتعالى عاقب هذه القرية فقط ومسخها إلى قردة وخنازير، ولم يكن لهم بعد ذلك نسل. يعني بعد أن مسخوا مش توالدوا، لا، إلى أن ماتوا ولم يتولد منهم أحد. نحن نقول أبناء القردة والخنازير أي فيهم أمة من أبناء القردة والخنازير وهم أصحاب السبت. فنجد الغضب جاء لماذا؟ جاء لأنهم عاندوا وردوا، بل مع رسلهم مع عيسى كليم الله لما أمره الله عز وجل أن يدخل الأرض المقدسة وأن يقاتل الجبابرة فيها، ماذا قالوا له؟ قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. لا مش هنخش. انظر، فهؤلاء استحقوا غضب الله عز وجل عليهم. ومن هنا يثبت أهل السنة والجماعة على قاعدتهم المشهورة الصفات الذاتية والخبرية لله تبارك وتعالى غير المغضوب عليهم أي الذين غضب الله عز وجل عليهم. فصفة الغضب صفة فعلية لله تبارك وتعالى، صفة فعلية الله تبارك وتعالى، يغضب متى شاء على من شاء سبحانه وتعالى، كما أنه يحب من يشاء ويرضى عمن يشاء سبحانه وتعالى. فهؤلاء اليهود وصفوا بالغضب غضب غير المغضوب عليهم، عندهم علم وتركوه وحادوا عن الطريق المستقيم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا نريد أيضا هذا الطريق وهذا الصراط الذي سلكه النصارى، فهؤلاء ابتدعوا في دين الله عز وجل وأدخلوا في دين الله عز وجل ما ليس منه، كما قال جل وعلا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. الله عز وجل ما شرعها عليهم، ومع ذلك لما أقرهم الله عليها
فما رعوها حق رعايتها، حتى بعد أن اختلقوها وأحدثوها وتركوا على عبادتهم فيها أن يبنوا الصوامع وأن يترهبنوا ويتعبدوا فيها ويتركوا العبادة ويبتعدوا عنهم ولا ينشغلوا بمعاش ولا بدنيا ولا بتعليم ولا أمر بمعروف أو نهي عن منكر. وكل عابد منهم جعل لنفسه صومعة انعزل فيها عن الخلق، مع أقل الذنوب يقنط الناس من رحمة الله تبارك وتعالى. وخير دليل الرجل الذي قاتل 100 نفس. هذا الرجل الذي قاتل 100 نفس وكان في بني إسرائيل ذهب إلى هذا المتعبد المتنسك الذي يخشى الله عز وجل حق الخشية. ماذا قال له هذا العابد الزاهد الورع التقي الذي خاف من ذنب واحد فقنط رجل أراد التوبة؟ قال إني قتلت 199 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال هذا الراهب لا، ليس لك توبة. كما يقول العلماء هذا قليل الفقه والفهم. لماذا؟ رجل قتل ولم يتورع، فإذا أغلقت أمامه أمامه رحمة الله تبارك وتعالى وقنطه من رحمة الله عز وجل، يتورع عن قتلك؟ أبدا. فأكمل به 100. يلا وانت كمان فقتله. ثم والحديث مشهور ما زال شعاع التوبة في قلبه لأن الله عز وجل هداه إليها وأرادها له ووفقه إليها، فظل يبحث حتى دل على عالم. والحديث مشهور أن العالم أمره أن يخرج من أرض السوء إلى أن أخذته ملائكة الرحمة، وهذا بتقدير الله ورحمة الله ولطف الله عز وجل به، حتى أن هذا الرجل أمر الله له الأرض أرض السوء أن تبتعد عنه وأرض الخير أن تقترب منه، أرض الخير أن تقترب منه إلى أن أخذته ملائكة الرحمة. فهذا رجل من الله عز وجل عليه بالهداية قنته راهب من هؤلاء النصارى من رحمة الله عز وجل. فهؤلاء الرهبان حتى مع عبادتهم علمهم قليل، فقههم قليل. جريج العابد كاد يهلك نفسه، كاد أن يكون من أهل النار. لماذا؟ لأنه خلى في صومعته يتعبد لله تبارك وتعالى ويخشى الله عز وجل حق الخشية، ومع ذلك تأتي أمه مرة تلو المرة تنادي عليه وهو في الصلاة فلا يجيبها. عندنا في شرعنا شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر سهل. نادى عليك أبوك وأمك في حال الصلاة ومعك من الوقت متسع، اقطع الصلاة واخرج، تجيب إذا كان في الوقت متسع، إلا عند الضرورة وضاق عليك الوقت خلاص مضطر، ثم تذهب وتنظر إلى أبويك أو إلى من نادى عليك منهما فتنظر ماذا يريدان. أما جاءت الأم مرة ولم يذهب إليها، ونادت في الثانية ولم يذهب إليها، وفي اليوم الثالث وتنادي ولم يذهب إليها، فدعت عليه دعوة. يقول الحافظ ابن حجر بعد دعوة الأم عليه قال أم جريج اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المياميس، وفي رواية المميسات. فأن قدر الله عز وجل إلى أن هدم أهل القرية الصومعة لجريج واتهم بامرأة ادعت أنه وقع بها، ثم يحدث الله عز وجل له آية تلو الآية الأولى أنه يرى وجوه المميسات. قال أصابتني دعوة أمي،
يقول الحافظ ابن حجر: لو دعت عليه أن يكون من أهل النار لكان من أهل النار، ولكن لرحمة الله عز وجل به أي بجريج أن وفق أمه إلى هذه الدعوة. انظر، وفق الله أم جريج إلى الدعوة هذه فقط. لو دعت عليه أن يكون من أهل النار لكان من أهل النار، ولكن صرف الله عز وجل عنه العذاب. فهؤلاء النصارى يتعبدون ويتنسكون ويعبدون الله عز وجل ويزيدون في عبادتهم، فهؤلاء فرطوا في دين الله عز وجل، واليهود غالوا في دين الله عز وجل. ولذلك كما يقول علماؤنا: من وقع من تشدد في دين الله عز وجل فكان فيه شبهة، أو من عاند وكان من العلماء ففيه شبهة من اليهود، ومن فرط فكان فيه شبهة من النصارى، أو بمعنى هذا الكلام. فالشاهد أحبتي في الله، نحن نطلب من الله عز وجل صراطا غير صراط المغضوب عليهم، لأن هذا هو حالهم، يعاندون الله عز وجل مع علمهم. ونطلب من الله صراطا غير صراط الضالين الذين حادوا عن دين الله تبارك وتعالى وسلكوا طريقا غير الطريق الذي شرعه الله عز وجل. فنطلب من الله ونقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وغير المغضوب عليهم الضالين، غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى الذين ضلوا. نعم، فلذلك قال العلماء: من ضل من علمائنا فقد شابه اليهود، ومن ضل من عبادنا فقد شابه النصارى. ثم شرع الله لنا في تتمة هذه الصورة كلمة إن قالها العبد منا ووافق ما قال عنه النبي غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. ومعنى آمين أي اللهم استجب، يعني نأتي من أول: الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم يشرع لك أن تقول آمين أي اللهم استجب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث: من وافق تأمينه تأمين الإمام، أو إذا وافق تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لها صفوف، وبني آدم من المؤمنين يصلون صفوف، كذلك إذا قال العبد منا آمين وقالت الملائكة آمين ووافق القول قول الملائكة وقول الإمام غفر للإنسان ما تقدم من ذنبه. ومما حسدت اليهود المسلمين عليه أنهم يقولون في صلاتهم آمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى كل خير. وهذا ما كان من فوائد في هذا الحديث القدسي الذي يقول الله عز وجل فيه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فسمى الله عز وجل هذه السورة صلاة. فيقول ابن القيم في آخر تفسيره
يقول: فصل في اشتمال هذه الصورة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. التوحيد نوعان: نوع في العلم والاعتقاد، ونوع في الإرادة والقصد، ويسمى الأول التوحيد العملي، والثاني التوحيد القصدي الإرادي. والتعليق الأول بالأخبار والمعرفة، والثاني بالقصد والإرادة. وهذا الثاني أيضا نوعان: توحيد في الربوبية وتوحيد في الألوهية. فهذه ثلاثة أنواع، والتي نعرفها بأقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فهذه الصورة تضمنت أقسام التوحيد الثلاثة، وتضمنت أيضا معاني كثيرة، وفيها أن الله عز وجل أرشد العباد إلى أن يثنوا عليه: الحمد لله رب العالمين. فهو يحب الحمد ربنا سبحانه وتعالى، وله الحمد في السماوات والأرض. وربنا سبحانه وتعالى دائما يرشد العباد إلى ما يقربهم منه جل في علاه. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.